مفيش حاجة اسمها ان الاستثمار معناه ان اربط فلوسي سنين كتيرة قوي، لان الاستثمار فيه دايما تايم هورايزنز او اوقات زمنيه اقدر استثمر فيها. في حاجات شورت تيرم يعني قصيره الاجل، وفي حاجات ميديوم تيرم يعني متوسطه الاجل، في حاجات لونج تيرم اللي هي طويله الاجل. اللي انا عايز اقوله ان الاستثمار مش دايما محتاج سنين عشان تشوف نتيجه بتاعته. الاستثمار معناه ان انت بتزود قيمه الحاجه اللي معاك. فزي ما قلت قبل كده، الناس اللي بتحب تستثمر فلوسها على المدى القصير اللي هو تحت السنة، الأفضل بالنسبة لهم دايما هو صناديق النقدية، وشرحتها مليون مرة وما عنديش مشاكل ان انا ارجع اشرحها مليون مرة كمان. والناس اللي عايزة تستثمر في حاجة متوسطة لطويلة الأجل ويكون فيها ريسك فليفر شوية او يكون فيها شوية مخاطر، فممكن تروح تستثمر فلوسك في الأسهم لو انت عارف ازاي تتعامل مع الأسهم، ولو ما تعرفش بتروح ناحية صناديق استثمار الأسهم. والناس اللي عايزة تحافظ على قيمة الفلوس بتاعتها فبتروح تحط فلوسها في ذهب أو بتشتري في صناديق ذهب، وده لو هي عايزة تحافظ على قيمة فلوسها على المدى الطويل. وفي ناس تانية بتحب تريح دماغها تقول لك أروح لحاجة بتحافظ على القيمة وسعرها بيكبر مع الوقت، وممكن تكون برودكتيف أو منتجة زي العقارات، وبرضو دي كل الأوبشنز فيها متاحة. القصة كلها مش إن أنت تقعد سنين عشان تشوف نتيجة استثمارك، القصة كلها في إنك تبقى عارف هدفك والمدة الزمنية اللي انت عايز تستثمر فيها فلوسك، وبس كده.